اكبر خساره للاهلي النهارده. الاهلي خسر 3 بونت. قسما بالله العظيم كل اللي يقال عن الماتش انه اقل مما تتخيل. فريق يعني قسما بالله العظيم مع احترامي للمحله والغزل المحله والبلديه والاتحاد السكندري وسيراميكا والبنك والناس دي كلها بلا استثناء اقل من انتر ميامي. قسما بالله العظيم اقل من انتر ميامي. الاهلي بيعمل كوارث كوارث بجد. تريزيجيه بيضيع بلنتي، حسين الشحات. انت بتعمل ايه يا حسين؟ انت بتعمل ايه بس؟ معلش يعني كرة زي دي يا عم العبها بالخارجي كده، تروح هناك العبها اي حاجه منهم. انت في نص الملعب طوحها كده هتروح جون والله. يعني هتديها لطاهر وانت كده خليت مسؤوليتك منها. الشوط الاولاني الاهلي يطلع 3-0 مستريح غير البلنتي. الحارس بتاعهم يعني كان في قائمه المعاشات وربنا كرمه وقال لك ايه، هرجع العب ايه البطوله ديت. عقد الفريق دوت. اسهل ماتش للنادي الاهلي في البطوله كلها هو الماتش بتاع انتر ميامي ده. قسما بالله العظيم انت بتلاعب فريق كل ما يقال عليه انه ميسي. سواريز 90 دقيقه مفيش، بوسكيتس ما نسمعش عنه ولا كانه جه. هو مفيش الا ميسي والواد اللي هو رقم 21 اللي طلعه دوت. غير كده بالسلامه مفيش اي حاجه. فان شاء الله لعيبه الاهلي تقفل على نفسها كده وتحافظ بقى ايه على الستة بونت اللي جايين. انت ضيعت النهارده من ايدك 3 بونت، يعني اسهل مما تتخيل. اسهل مما تتخيل قسما بالله. كور بتضيع وكور بتروح وكور بتيجي، فمفيش. وعاش الشناوي قوي قسما بالله العظيم، واحد من نجوم المباراه مع الحارس بتاع انتر ميامي محمد الشناوي النهارده. جاب كوره كده من حلق الجون، وجاب الكوره بتاعت الواد ده الاسود اللي هو اسمه فافا ده ولا فيفا ده ولا ايا كان اسمه امه ايه. كورتين بجد خطيره قوي وشالهم. الكوره الاخرانيه بتاعت ميسي اللي من حلق الجون ديت. فبجد بجد شابوه محمد الشناوي. وان شاء الله نقدر نجيب 3 بونت حتى الماتش الجاي من بالميراس، وبعد كده يحلها المولى بقى في ماتش بورتو. نتعادل مع بورتو وكده تبقى فينش، نصعد دور ال 16 ان شاء الله. فان شاء الله الاهلي هيعدها بمشيئه الله.